ايه رأيكم في الفتة؟ ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة البنت وأمها. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. النهاردة جبتلكوا لحمة ضاني، لحمة خروف باللية بتاعتها أهو. هقطع اللحمة واغسلها كويس بمية وملح، وربنا يعود الأيام دي علينا وعليكم بخير واليمن والبركات، وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا واقفين على جبل عرفات، وادعوا لنا معاكم بالستر والصحة وراحة البال. المية غلت، هنزل باللحمة في المية المغلية، وهنزل عليها بصلاية متقطعة وطماطمية متقطعة، وهنزل بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل أسود وورق لورا وحبهان. هغطيهم واسيبهم نص ساعة على النار. دلوقتي هعمل فتة. جبت حلة حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت. هنزل بكيلو الرز غسلاه، هقلبهم كويس. هحط معلقتين ملح صغيرين. هنزل بالمية يا دوبك تغطي الرز بس، واسيبه ربع ساعة. دلوقتي هعمل الصلصة. جبت حلة حطيت فيها معلقة سمنة، ونزلت بمعلقة توم وهطشها بالصلصة، وهضيف لها ملح وفلفل اسود. جبت طاسة حطيت فيها معلقة زيت كبيرة علشان احمر فيها العيش، وحطيت فيها معلقة توم كبيرة. قطعت 3 رغيفة وهنزل على التومة وهقلبهم كويس. بعد كده هدخلهم تحت الشواية 5 دقايق. والرز خلاص طاب اهو، والصلصة كمان اتسبكت، واللحمة طابت معايا. ايه رأيكم؟ ريحة اللحمة الضاني حلوة خالص، وريحة اللية جميلة. دلوقتي طلعت اللحمة كلها علشان احمرها. هنزل اللحمة كلها. نزلت اللحمة عشان اشوحها في بصل وتوم وفلفل ومعلقة سمنة ومعلقة زيت. وتوتة كمان طلعت تقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والعيش اتحمص، ايه رأيكم فيه؟ وهنزل عليها بكبشة صلصة، واسيبها دقيقتين لغاية لما تتشرب الصلصة كلها. هشوح راس توم في معلقتين زيت على النار، والتومة اتحمرت. وتوتة هتطش الخل عليها. يلا حطي يا توتة. تسلم ايدك يا توتة. الله على الريحة جايبة لاخر الدنيا. هاخدها بقى وانزل بيها في حلة الشوربة، وتفضلوا معانا. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد، وقولولي في التعليقات ايه رأيكم في الفتة. مع السلامة.